دلوقتي إحنا محتاجين نعمل السيكشن ده. أول حاجة هنبُص عليها السيكشن متقسّم لجزئين، الجزء الأولاني هو عبارة عن الheadline بتاعه بحاجة اسمها tabs. الtabs دي إن أنا باضغط على مثلًا التابة الأولى بيظهر لي content، التابة التانية يظهر لي content تاني وهكذا. طيب محتاجين نعمل ده، أول حاجة إحنا محتاجين نقسم الشاشة عندي نُصّين، نُص هيبقى فيه الكلام والنُص التاني هيبقى فيه الصورة، زي ما إحنا اتعودنا خلاص إن أنا كل اللي أنا هاعمله هاروح أعمل section، وجوّه الsection ده هاعمل row، بعد كده هاقسّم الشاشة عندي column MD6، وهنروح بقى نحط الcontent بتاعنا اللي هو مثلًا نفس الH2 الclasses بتاعتنا خلاص إحنا ثبّتناهم، وبنروح ناخد العنوان كده. فده كده أول حاجة. تاني حاجة برضه محتاجة أعملها هنا بقى الtabs دي كده بتوفّرها لي عندي الbootstrap. كل اللي أنا باعمله باروح أسرِّش على حاجة اسمها tabs، ولمّا هاجي أسرِّش عليها بيطلع لي أكتر من tab وأنت اختار التابة المناسبة ليك. أنا هاختار مثلًا اللي هي دي الUL دي، هاخدها كده على بعضها copy paste. حلو أوي. كده أنا حطيت الUL بتاعتي، عاوزين نشوفها كده في الwebsite هتبقى عاملة إزاي، أهي. محتاجين بقى نcustomize عليها، نشيل الdisable ونبدأ نغيّر العناوين بتاعتنا. حلو جدًا. المفروض دلوقتي إن إحنا محتاجين نضبّط الdesign عندي محتاج يتضبّط إزاي؟ أول حاجة إن أنا محتاجة أخلّي الحاجات دي بتوصل للنُص، لإن هي واخدة المساحة كلّها، أهو هنا واخدة المساحة كاملة بتاعة ال6 columns. وتاني حاجة محتاجين نعملها نغيّر الcolors و وبس كده. تعالوا كده نروح نضبّط الكلام ده. أنا عندي كده هو واخد class اسمه الnavBuilds وهو ده اللي أنا هاستخدمه. أنا هاروح كده للnavBuilds دي آخُدها، أول حاجة هاغيّر الbackground color بتاعتي، وهنقول إن الbackground color باللون الجراي. طيب بعد كده محتاجين ندخل على الitems بتاعتي واحد، أول حاجة نخلّيهم يمطّوا معايا، فيبقى هناخد الnavBuilds كده ندخل على الnav item بتاعتي، أدّيها حاجة اسمها flex grow ب1 عشان كلّهم ياخدوا نفس الحجم يمتدّوا بنفس الحجم. وتاني حاجة أخلّيهم ييجوا في النُص فهادّيهم text align بcenter، وهاعمل لهم كمان border ب2 بيكسل مثلًا solid باللون الجراي. حلو أوي. تعالوا كده نشوف الاختلاف اللي هيحصل، أهو الحاجة امتدت خدت border وكل حاجة تمام زي الفل. تاني حاجة محتاجين نعملها هي إن إحنا نغيّر اللون ده يبقى لونه أسود، هو مش متغيّر، فكل اللي أنا هاعمله برضه هاختار الnavBuilds، أدخل على الnav item جواها، محتاجين ناخد الA نفسها نعمل فيها إيه، نغيّر الcolor. حلو. وبعد كده أنا عايزة أعمل إيه، لو إحنا بصينا في الdesign هنلاقي إن اللي هُم مش active، تعالوا كده اللي هُم مش active واخدين background color باللون الwhite، فإحنا محتاجين نعمل كده. إزاي أselect 2 element هُم مش active؟ لإن خُد بالك الtabs بتغيّر، يعني أنا هاجي أضغط على كلمة plan دي هي اللي هتبقى active في الوقت ده، فإحنا عايزين نخلّي وقتها الresearch والdesign هي اللي واخدة background لونه white. في الحالة دي في حاجة هنستخدمها اللي هو الnot has، إن هو مش عنده ده، فأنا هاقول له إحنا هندخل على الnav builds زي ما إحنا، وندخل على الnav item. عاوزين نعمل إيه بقى، عاوزين نقول إن إحنا هناخد اللي ما عندوش active، فأنا هاقول له أنت في الnav item هتختار لي اللي هو not اللي هو عنده، يعني روح اختار لي اللي عنده dot active A dot active كده، هو ده اللي إحنا هنعمل إيه مش هنسلكته. الroot هنخلّي الbackground بتاعه بwhite var white. نبُص كده على الشكل عندي أهو، أخد اللون الwhite. ومعنى كده إحنا لمّا هنيجي إن شاء الله نخلّي كمان الplan دي هي الactive، الdesign هي الactive وهكذا، هنلاقي فعلًا إن وقتها الحاجتين التانيين هُم اللي بياخدوا الbackground color بwhite. طيب اللي هُم active بقى already، اللي active ده إحنا عاوزين نعمل فيه إيه، الnav builds بعد كده nav item، وهناخد اللي هو واخد active
ممكن نقول دوت اكتف. ده هنعمل فيه ايه بالظبط؟ ده هنخلي الباك جراوند بتاعته بجراي، وتاني حاجة هنخلي الكلام نفسه مكتوب بالاسود. بس كده. تعالوا كده نشوف الشكل النهائي بقى عامل ازاي اهو، وهو شبه بالظبط اللي في الديزاين. فاضل حاجة بسيطة جدا، اللي هو بقى ازاي اخلي التابس دي شغالة. يعني انا عايزة فعلا لما اجي اضغط على ريسيرش هيظهر لها كونتنت معين، ولما اجي اضغط على بلان هيظهر لها كونتنت معين، وهكذا. اول حاجة هنروح نعملها ايه؟ ان انا هروح لليو اللاية دي، بديها حاجة اسمها رول، واقول لها ان انتي هتبقي تاب ليست، انتي هتبقي شايلة التاب ليست عندنا. ماشي. وبعدين كل واحد من دول احنا محتاجين نديله زي اي دي، علشان هو ده اللي هروح اربطه بالدفاية اللي فيها الكونتنت. يعني انا محتاجة دلوقتي كل ال اي تتربط مع مع اللي هي الاي دي الخاص بالكونتنت بتاعه. فانا هروح اعمل كده، هروح لكل ال اي اديها اي دي. هقول مثلا ان انا عندي دي الاي دي بتاعها مثلا research tab، اروح للتالتة واديها design tab. حلو كده. طيب، وبنعمل حاجة اسمها داتا توجل اهي. الداتا توجل دي اللي انا هروح ادي كلهم نوع واحد اللي هو اسمه بيل. طيب، بعد كده هنعمل ايه؟ برضو ان انا عندي كل اتشرف لازم اخليها تروح عند الاي دي اللي احنا هنروح عنده. فالمفروض ان احنا هنروح نسمي هناك الريسيرش تاب، يبقى نفس الريسيرش تاب اهي كده. هنا مثلا الاي بتاعتي هتروح للبلان تاب، هنا مثلا هروح عند الديزاين تاب، وهكذا. طيب كده انا كده ظبطت من ناحيتي اليو ال نفسها. عايزين بقى نعمل ديفات او ديف يعني هتبقى شايله الكونتنت. يعني خلينا مثلا نقول دي هتبقى شايله الليست كونتنت او التاب كونتنت. ماشي كده. جواها بقى هقسمهم ديفات تانية خالص، وكل واحده واخده الاي دي الخاص بيها. يعني هروح اعمل مثلا ديفايه اهي، هديها مثلا الاي دي اللي هو ريسيرش تاب اللي هو اول واحد، وهنحط مثلا هنا كلمة ريسيرش كونتنت كده. وبعدين بنديها حاجة اسمها رول، ده بيساعد في الاكسسبيليتي اكتر، ان انا اروح اقول له ان ده اسمه تاب بانل. حلو كده. اللي فوق تاب ليست ده التاب بانل. وتعالوا كده نشوف، ادي فعلا الريسيرش كونتنت هو اللي ظهر. البلان ما عايزين بقى نخليه يغير الكونتنت، والديزاين اضغط عليها يغير الكونتنت. فانا لو رحت دلوقتي عملت ديفاية مثلا جديدة اسمها الريسيرش تاب، هنا هنخليها ديزاين مثلا تاب. لو اخدنا بالنا هنلاقي ايه اللي بيحصل، بنلاقي ان انا واقف على الريسيرش ومع ذلك ظاهر لي التو اي دي دول، او ظاهر لي التو كونتنت دول. في حاجه انا بقى محتاجه اعملها، ان انا بروح ادي للكلاس حاجه اسمها فيد وحاجه اسمها شو دي هتظهر لما هو يبقى اكتف، وفيد لما ما يبقاش اكتف. فانا كل اللي انا هعمله ان انا هروح عند كل واحد مثلا عند الديفايه دي اديها كلاس، واقول لها انتي اول حاجه تاب بان، ده كلاس موجود جاهز على طول تاب بان. وبعدين هنروح نعمل حاجه اسمها ايه فيد وشو للاولى، ليه؟ علشان هي الاكتف، وهقول لها انتي اكتف، فعشان كده هيبقى ظاهر الجزء بتاعها. طب اللي بعدها مش هديها بقى لا شو ولا اكتف، لان مش هي الاكتف دلوقتي. يبقى الاكتف هو اللي هنلاقي فيه اتحط الجزء بتاع الشو والاكتف، لكن لو هو مش اكتف مش هيظهر معايا الجزء ده. ناخد برضو ونعمل الجزء الثالث بتاعي. احنا عندنا research وديزاين، والاخيرة plan. هروح اخلي دي plan tab، ونكتب هنا plan content. تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل. ادي اهو دلوقتي الريسيرش هو اللي ظهر. لو ضغطت على البلان هنشوف دلوقتي ايه المشكلة. بس احنا كده حلينا اول حاجة، اللي هو حوار ان الجزء بتاعي اللي بيظهر هو واحد بس. يعني لو وقفنا هنا اهو، هو ده اللي ظاهر عندي بس. المشكلة طلعت بسيطة جدا. الفكرة كلها احنا مدين هنا الاي دي بلان تاب وديزاين تاب،
والمفروض ان احنا نروح للاي دي اللي احنا عايزين ايه نسلكته. فانا مديها ايديهات تاني ايدنتيكال، ما ينفعش اصلا الايديهات معروفه ان هي بتكون ايدنتيكال، لكن ما ينفعش يكون في دوبليكيتد للاي دي. فانا هنا في مشكله ان انا عامله هنا اي دي اسمه بلان تاب، وهنا برضو مديها بلان تاب، وهكذا. ده اللي عامل لنا مشكله. فاحنا ممكن نخليها دلوقتي مثلا كونتنت عشان المشكله دي تتحل. فنخلي برضو البلان كونتنت، وهنا ديزاين كونتنت، وكده الاي ريف بتاعتي هي هتروح لمين؟ للكونتنت. يبقى كده دي هنخليها كونتنت، ودي برضو كذلك كونتنت، واخر واحده هتكون كونتنت. ادي المفروض لما اقف على البلان اهو الكونتنت بتاعي بدأ يظهر معايا او يتغير على حسب انا واقفه على ايه. هنا بقى حط براحتك الكلام اللي انت عايزه، فممكن نحط اي حاجه من الديزاين برضو، وهنخليها مثلا هنا ايه بلان، وادي الباراجراف الاخير وهنخليها ديزاين. نيجي بقى نتأكد فعلا من الكلام ده. لو بصينا هنا ادي بلان بقى بلان وديزاين، فكده احنا تمام والدنيا شغالة معانا والتابات كلها شغالة وزي الفل. كل اللي انا برضه هعمله ان انا هروح عند اليو ال دي عشان هي لازقة قوي فيها، فاحنا ممكن نديها مارجن بوتوم مثلا ب4، وكده يبقى فيه مسافة كويسة جدا. بعد كده عاوزين نعمل الزرار بتاعنا اللي احنا خلاص عارفينه، عارفين الديزاين بتاعه هيبقى عامل ازاي. نحطه كده ونروح نبص عليه اهو بقى موجود معايا. طيب كده احنا المفروض خلصنا اول جزء من السكشن. عاوزين بقى الجزء التاني اللي هنحط فيه الايمج. الموضوع هيبقى بسيط جدا. انا برضو هيبقى عندي كولوم MD ب6، وهروح فيه احط الايمج بتاعتي اللي احنا عاوزينها تيم. كده انا حطيت الصورة بتاعتي، وطبعا هديها كلاس اللي هو الايمج فلويد علشان اخلي الصورة بتاعتي تبقى على قد المقاس بالظبط اللي هي هتبقى محطوطة فيه اهي زي الفل جدا. طيب الكلام ده احنا عاوزينه يجي في النص الامبروف ورك فلو، لان لو احنا واخدين بالنا هو جاي في النص مش جاي في الاول. فكده كل اللي انا هعمله ان انا هروح اخلي اللي جوه الرو ده يجي في النص، فهديله align items center. تعالوا كده نشوفها مع بعض. الكونتنت بتاعي نزل في النص. نيجي على السكشن الاخير اللي هيكون قبل الفوتر، وده هيعتبر اسهل سيكشن احنا هنعدي عليه. ده اسمه الكول تو اكشن بوكس. المفروض طبعا حد خلاص اتعرف على البيج بتاعتك وكده لازم هي ياخد اكشن، فده اسمه كول تو اكشن بوكس. كل اللي هو فيه هو دفاية عادية واخدة linear gradient من اللون البلو للون البيربل، وواخدة كونتنت عادي خالص في النص. فانا كل اللي انا هعمله هروح اعمل سيكشن. عاوز تديله اي دي او تديله كلاس معين بنفس الاسم عادي جدا. السيكشن ده كل اللي انا هعمله هروح احط ال H2 بتاعتي اللي هي، وبعد كده عاوزين نعمل الباراجراف بتاعنا، واخر حاجة الزرار بتاع الساين اب، وهاخده كوبي من اللي موجود عندي قبل كده. لو رحنا بصينا عليه ادي الديزاين بتاعي عادي جدا. طيب انا هعمل ايه؟ انا ممكن احطهم في دفاية بحيث ان الدفاية دي اقدر اديها كلاسز براحتي. لو انا رحت وقلت لها الكلاس بتاعها مثلا display flex و justify content center، يعني اهو display flex دي flex و justify content center و align items center كمان، واخد الكلام بتاعي ده كله كده واروح احطه فيها. بلس كمان ممكن ادي بادنج واروح كده واعمل بادنج، والبادنج ده يكون مثلا 4. تعالوا نشوف الشكل بعمل ازاي. ماشي، عشان احنا مديين display flex عاوزين نخليه كولوم، فنقول flex كولوم. نبص كده على الشكل النهائي حلو جدا. ندي للكل عامة نقول تكست سنتر. مفروض كل حاجة تيجي في النص في الوقت ده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده عاوزين نحط بقى الدفاية دي، احنا ممكن نخلي البادنج بتاعها اكبر شوية، وعاوزين نحط لها بقى اللينير جريدينت اللي انتوا شفتوه.
عندك حل من الاتنين. الlinear gradient ده انت ممكن تثبته عندك في الروت، وده احنا بنعمله علشان مثلا لو احتاجنا ان احنا نغيره بعدين، لو في مثلا دفاية جديدة هنزودها وهنحط جواها الlinear gradient ده، فيفضل الlinear gradient بتاعي موجود. فاحنا ممكن نعمل هنا ونقول احنا عندنا linear gradient مثلا، linear gradient ده اللي احنا ممكن نستخدمه. طيب اللينير جريدينت ده هيكون عبارة عن ايه؟ هنروح نديله او ممكن نسميه لون تاني، ممكن نقول purple gradient مثلا علشان يبقى ما يحصلش لخبطة. وهروح اديله الجريدينت بتاعي. بجيبه ازاي؟ هجيبه من الديزاين عادي جدا. لو وقفت على البوكس ده وجيت بصيت في الجنب هلاقيه واخد الجريدينت بتاعته، تمام كده. فده كده اللينير جريدينت اللي انا لو استخدمته هيسمع معايا. فاحنا كل اللي هنعمله احنا ممكن نروح للاندكس بتاعي تاني واروح ادي للدفاية دي حاجة بقى مختلفة. ممكن نديها اسمه مثلا call to action box، وهاخد الكلاس ده اديله الباك جراوند اللي احنا عملناها واقول له دوت كل عاوزين نعمل ايه، عاوزين نعمل باك جراوند باللينير جريدينت اللي احنا عملناه فوق اللي هو var الايه البيربل جريدينت. تعالوا كده نشوف اهو، ادي الديزاين بتاعي. طبعا محتاج بقى شوية تفاصيل تتظبط، زي مثلا ان احنا محتاجين نعمل بوردر راديوس. فكل اللي احنا هنعمله هنا هنعمل بوردر راديوس عادي جدا، وهنقول هو ب20 بكسل. محتاجين نعمل مارجن ونسيب مسافة من فوق اكتر، فكده في 20 بكسل اهو، بس لا محتاجين نكبر شوية فهنخليها 40 مثلا. كده انا سبت مسافة. طيب لو اخدنا بالنا الكلام كله لونه ابيض، فاحنا برضو هنروح نغير الكونتنت كولر بتاعنا. فهنقول الكولر هنا كله بأبيض، مش هيسمع معايا. فاحنا محتاجين علشان ايه؟ محتاجين نخصص اكتر علشان السبيسيفيتي بتاعتي. او بصوا لو انا وقفت هنا هلاقي ال H2 بتاعتي اللي مأثر عليها اكتر الكولر اللي هو بتاع ال H2 اللي انا مدياه من فوق. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ نروح نعمل كده ال CTA box، ناخد من جواها الباراجراف، وناخد كمان ال CTA box، ناخد كمان ال H2، ودول اللي نخلي الكولر بتاعهم بوايت. لو بصينا كده الدنيا هتسمع معايا زي الفل كده، زي الفل قوي. وكده يعتبر ده السكشن اللي بعد كده. اخر حاجة بقى اللي هو الفوتر. طبعا الفوتر سهل جدا زي ما انتوا شايفين، مفيهوش اي حاجة. جوه الفوتر ده بقى هنديله كلاس دي فليكس و justify content between بقى عشان احنا سايبين مسافة في النص، و align items center، وهنسيب مثلا مسافة من فوق margin top مثلا 5، وممكن نعمل padding كمان من فوق ب4. وهنيجي بقى ندخل جوه الدفاية بتاعتي اللي هتبقى شايلة اللوجو بالكوبي رايت. فهنروح نكتب جواها كده span. حلو، ده اول حاجة. وبعد كده ده اول span، بعدها علامة الكوبي رايت بتبقى كوبي، ايوه بالظبط كده، و2025 all right reserved. حلو اوي كده، احنا عملنا الجزء الاولاني الدفاية الاولى. بعد كده الدفاية التانية هتبقى، احنا طبعا ليه قسمناهم في دفتين؟ عشان احنا مدين justify content between فيقدر يوسع الاتنين عن بعض. احنا عاوزين ندي للسبان دي الفونت ويت يبقى بولد علشان هو كان بولد شوية. لو بصينا كده هو بولد فعلا عن صحابه. بعد كده هنروح نحط بقى الدفاية التانية قصدي، اللي هيبقى فيها ايه جواها ال A ref مثلا. اول واحدة terms، بعد كده البوليسي، بعد كده البرايفسي السبورت، ايا كان يعني مش دي مشكلتنا. كل اللي انا محتاجة اعمله برضو هنا ان انا ممكن نقول هنا class footer link، واروح اختار ان انا اشيل التكست ديكوريشن واخلي الكالر بتاعهم مظبوط،
dot footer links text decoration خليه بنون، ونعمل ما بينهم مسافة شوية، فنقول المارجن بتاعي من الجناب من فوق ميبقاش فيه حاجة، بس من الجناب مثلا يبقى 10 بكسل عشان في حاجة مش مظبوطة. هو ممسكش الاليمنت، احنا قلنا footer links احنا عاوزين ندخل جوه بقى الايه نفسها. حلو، فساب المسافة. عاوزين بقى نعمل الكالر بتاعنا، وهيبقى من الالوان اللي موجودة عندنا اللي هو البلو جراي ده. وكده حلو قوي. كده احنا خلصنا الويب سايت، وده كان اخر جزء معانا في الويب سايت. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، وطبعا سوري طبعا طولنا عليكم، بس حاولنا ان احنا نشرح بالتفصيل ان انت ازاي ممكن تفكر وتمشي خطوة بخطوة لوحدك، وانا عملته معاكم من اول مرة علشان نشوف احنا المشاكل بتقابلنا ازاي، وبنبدأ نحلل المشكلة واحدة واحدة. وبس كده، وشكرا ان انتم اتفرجتم لحد الاخر.